ملك كانت محتاجة مربية تساعدها في تربية بنتها الصغيرة تاليا، لأن شغلها بياخد وقت طويل. بعد تدوير كتير لقت ست كبيرة في السن اسمها دادا إنعام. الست دي كانت خرساء ما بيطلعش منها صوت، بس كان عندها حنان مش طبيعي ونظافة وهدوء خلوا ملك تطمن لها جدا. دادا إنعام كانت دايما شايلة في إيدها صندوق خشب صغير ومقفول بقفل قديم، وما كانتش بتسيبه أبدا حتى وهي نايمة. ملك سألتها بالإشارة عن الصندوق، فدادا إنعام ابتسمت بوجع وشاورت على قلبها. فملك افتكرت إنها صور لولادها اللي ماتوا أو ذكريات قديمة وما حبتش تضايقها. بعد شهرين ملك بدأت تلاحظ حاجات غريبة. بنتها تاليا بدأت تتكلم مع حد مش موجود في الأوضة، وبدأت ترفض تنام لوحدها وتقول الست اللي في الصندوق بتعيط يا ماما. ملك افتكرت إنها خيالات أطفال، بس في ليلة ملك صحيت على صوت تزييق باب أوضة الدادة. قامت ومشيت وراها في الضلمة، لقت دادا إنعام قاعدة في وسط الصالة وفتحة الصندوق الخشب، ودموعها نازلة بغزارة وهي بتهز جسمها كأنها بتنيم طفل. والمفاجأة إنها كانت بتطلع صوت دندنة خفيف جدا، يعني ما كانتش خرصاء. ملك قلبها سقط في رجليها وجريت على المطبخ وجابت سكينة وقربت منها وهي بتصرخ انتي مين وبتعملي ايه في بيتي؟ دادا إنعام اتخضت وقفلت الصندوق بسرعة وجريت على أوضة تاليا وحبست نفسها من جوه. ملك بدأت تضرب الباب بجنون وهي بتطلب الشرطة، وقدرت تكسر الباب ودخلت وهي ناوية تخلص عليها. لقت دادا إنعام حضنة تاليا وبتبكي بهستيريا وبتحاول تخبيها ورا ظهرها. الشرطة وصلت، وأول ما شافوا دادا إنعام الضابط اتصدم وقال دي الست اللي بندور عليها بقالنا 10 سنين. ملك صرخت أكيد دي خاطفة أطفال. الضابط رد بذهول لا يا مدام، دي الدكتورة إنعام أشهر جراحة أطفال اللي اختفت بعد ما عصابة خطفت بنتها الوحيدة من قدام عينيها وهربوا. فتحوا الصندوق الخشب وملك كانت متوقعة تلاقي حاجة مرعبة، بس لقت جهاز لاسلكي متطور جدا وصور لعصابة خطيرة. اتضح ان دادا إنعام كانت بتراقب العصابة دي بقالها سنين، واكتشفت ان جوز ملك نفسه هو زعيم العصابة دي، وانه كان بيخطط يهرب بتاليا بره البلد ويبيعها، وان وجود دادا إنعام في البيت ما كانش صدفة. دي كانت الملاك الحارس اللي دخلت البيت بصفة مربية خرساء عشان تراقب تحركات جوز ملك وتحمي البنت في اللحظة الحاسمة. ملك بصت في شاشة اللاسلكي ولقت تسجيلات لجوزها وهو بيتفق على تسليم البنت في الفجر. دادا إنعام أنقذت تاليا من مصير أسود ورجعت بنتها اللي كانت مخطوفة بعد ما الشرطة دهمت مكان العصابة بناء على معلوماتها. ملك اكتشفت إن الست اللي كانت خايفة منها هي الوحيدة اللي حمتها من أقرب الناس ليها. دي كانت حدوتة النهاردة، استنونا في حدوتة جديدة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة حدوتة، وسلام.